باكل ايه في يومي وانا مسافر عشان احافظ على 80 كيلو اللي انا خسيتهم وفي نفس الوقت استمتع بالسفر. مسافر او مش مسافر كده كده هبدا يومي بقهوه وتمر، والفطار الاساسي بتاعي بيض ورايس كيك، وانا مش بفطره عشان هو دايت، انا بفطره عشان بحبه. ما اخبيش عليكم بقى انا بعشق البقلاوه، وبما اني مسافر خدت لي 2 3 كده الصراحه ازازتهم. قبل الغدا انا كنت جعان وانا بحب المكرونه البولينيز قوي، مكرونه عاديه اللي هي مكرونه القمح يعني. خدت طبق صغير كده كتصبيره. نخش على التقيل بقى، سي فود يا باشا. دي من اكتر الاكلات اللي انا بحبها، وطول ما انا مسافر باكلها، وباكلها زي ما هي كده، بالرز بالطحينه بالسلطه بكل حاجه. والصراحه انا ما بزهقش من الاكله دي بره البيت جوه البيت، فانا ما عنديش مشكله خالص لو مسافر اسبوع اكل 4 ايام سمك. وبالنسبه لي هي افضل خيار لان هي اكله صحيه وفي نفس الوقت انا بستمتع بيها جدا. بحب الفاكهه قوي فباخد 3 4 انواع مختلفين في اليوم. ده سناك نازل جديد جربته طعمه حلو قوي، فيه 7 جرام بروتين. ودي شوكولاته دارك بالبندق طعمها حلو جدا، والسكر اللي فيها سكر ستيفيا. وبما ان كده كده حد شافني وانا باكل البرجر وقال لي اصورها وانزلها على الانستجرام، فقلت انزلها انا احسن. بس والله كده كده كنت هنزلها برضه. بس انا عاده في السفر دايما باكل مرتين فاست فود، مره بيتزا مثلا ومره برجر، بس برضه مش اكتر من كده. وعاده انا في السفر مش بعد الكالوريز بتاعتي، بس دايما بحاول اخلي اختياراتي كويسه. وبرضه باخد حاجه فيها سكر مرتين مثلا في السفريه كلها. لكن اوفرول انا مش بهتم انا خدت قد ايه بروتين ولا قد ايه سعرات، انا بستمتع الوقت اللي انا قاعد فيه وخلاص. في ملحوظتين مهمين لازم تعرفوا. اول حاجه انت ممكن تكون شايف الاكل اللي انا اكلته ده كتير، بس هو مقارنه بوزني وحرقي والمجهود اللي انا ببذله في اليوم مش كتير. تاني حاجه انت ممكن تكون شايف ان في توازن كبير قوي في اكلي، وان عندي وعي وبعرف افرمل نفسي، بس بجد الحاجات دي اتعلمتها في سنين، وقعدت فترات طويله مش عارف اخلق التوازن ده. فواحده واحده على نفسك، وما تلومش نفسك ان انت ساعات كتير بتفتح منك. ما تنساش تعمل لي فولو لانك دايما هتلاقي فيديوهات بتعلمك ازاي تخس صح وما ترجعش تزيد تاني.